قناة أكلة وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهاردة عيش الصايمين، حاجة كده جميلة جدا وطرية وحلوة جدا زي الأفران وأحلى، وهنعمله في البيت وهنعمل كميات وهيبقى اقتصادي. وهتقدري تستخدميه في السحور وفي الفطار. وصفة جميلة جدا، خليها لرمضان هتعجبك جدا. تعالى اوريكي بقى العيش معانا طري ازاي وشكله جميل ازاي. شايفين الفقاقيع بتاعته؟ ده دليل على نجاح العيش، وطالع لونه جميل قوي وطالع طري. تعالوا بقى اقول لكم على الطريقه بتاعتي والوصفه بتاعتنا هتبتدي ازاي. معايا هنا بوله هحط فيها نص كوبايه من اللبن، هنزل عليها بنص كوبايه من الميه، وثلاث معالق كبار من السكر. طبعا المعلقه اللي انا مستخدماها المعلقه الكبيره، ومعلقه كبيره من الخميره. وبعد كده هننزل عليهم بثلاث معالق كبار من الدقيق. عايزين نجرب الخميره دي ونتاكد انها شغاله معانا. انا هنا خدت كميه الدقيق من الكميه الاجماليه بتاعه الدقيق اللي انا هستخدمها في الوصفه. انا هنا استخدمت نص كيلو من الدقيق. هنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار ونص من الزيت، يعني 2 معلقه ونص من الزيت. بعد كده هنزل عليها بقى بعد ما احنا قلبناها مع بعض واتاكدنا ان الخميره شغاله معانا وكويسه، هنزل ببقيه الدقيق. ده نص كيلو، انا النص كيلو ده هعمل بيه النهارده 10 ترغيفه زي اللي بيطلعوا من عند المخبز. هيعمل كميه حلوه جدا. معايا هنا نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه ملح، معلقه كبيره من الخل. هنبدا بقى نقلب دي مع المكونات السائله معانا لحد ما يبدا يتدخلوا مع بعض. واول ما احس ان المعلقه بعد كده جمعت الدقيق هبدا اشتغل بايدي. هنبدا نعجنه بايدينا. الخطوه دي مهمه جدا، اهم حاجه نعجنه لمده 10 دقائق. العجن بتاعه ده بيفرق كتير وبيبين مدى نجاح العجينه وان هي هتنجح معانا في الفرن ومفيش اي مشكله. انا هبدا بقى الم العجينه بايديا زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبقى كوره حلوه كده، وهنبدا نعجن فيها لمده 10 دقائق. اول ما يلم معاكي العجين هتعجنيها ال10 دقائق دول. اوعي تقولي ان ال10 دقائق كتار، لا ابدا، علشان خاطر الخميره تشتغل معانا وتبقى العجينه بتاعتنا طريه ومهشهشه. انا هنا هو العجينه لمت معايا، وهفضل اقلبها لمده 10 دقائق. طبعا انا ما رضيتش اصورها علشان الفيديو ما يطولش معانا. كده العجينه بعد ما قعدت اعجنها 10 دقائق ببقى ادورها كده وبخليها شكلها حلو كده ومظبوطه من كل الجناب. وبعد كده احطها في بوله وهغطيها بورق ببلاستيك فيلم قصدي، وهسيبها لمده ساعه تخمر معانا في اي حته. وبعد كده هنبدا نشتغل فيها. شايفين العجينه شكلها ازاي؟ هوريكي العجينه دي نفشت ازاي بعد كده. شايفين العجينه نفشت معانا وبقت حلوه خالص، وده دليل على نجاح الخميره معانا ونجاح العجينه معانا. هنبدا نطلع منها الهواء ونبدا نشتغل فيها. طبعا العيش ده جميل جدا وبيبقى حلو قوي في السحور وليه ذكريات حلوه قوي معايا. كانت ماما دايما بتجيب لكل واحد مننا رغيف. كان زمان الرغيف كان بجنيه، مش عارفه دلوقتي سعره كام. اكتبوا لي في الكومنتات تحت بقى سعره كام، بس انا بيتهيألي بقى غالي جدا يعني. هنبدا بقى زي ما انتم شايفين كده نقطع العجينه رول، وبعد كده نقطعها 10 حتت بالظبط. وبعد كده هنبدا نكورها عشان نشتغل فيها. اهم حاجه لنجاح العيش ده لازم نسيبه يخمر. يعني هنكور ونسيبه يخمر وهنشكل ونسيبه يخمر كل شوية. هنسيبه ربع ساعة وهندخله على فرن سخن مسبقا. زي ما انتم شايفين كده بمسك كورة كورة وابدأ اكورها. هبدأ هكمل لكم بقى القصة. فماما كانت بتجيب لكل واحد مننا رغيف. زمان بقى كان الرغيف كان حلو شوية صغيرين، بس أنا صراحة كنت بحب العيش ده جدا والرغيف ما كانش بيكفيني. فمبسوطة جدا ان انا عرفت الطريقة دي وقلت اشاركها معاكم. الواحد بقى يعمل بقى العيش براحته بقى في البيت وياكل اللي هو عايزه. زي ما انتم شايفين كده انا باخد العجينة وبرش رشة من الدقيق حاجة بسيطة، وهبدأ افردها على شكل دايرة. وبعد كده هنحطها في صاج مدهون يا زيت يا اما محطوط عليه ورقة زبدة ومدهون زيت. لو انت واثقة في ورق الزبدة بتاعك ما تدهنيش زيت عليه، لكن استحراصا ممكن تدهني زيت عشان ما يلزقش معاكي العجين. زي ما انتم شايفين كده بنعملها بالشكل دايرة، وبعد كده بنبدأ نحطها في الصاج بتاعنا المدهون زيت او المحطوط عليه ورق زبدة ومدهون زيت، او لو الورق الزبدة بتاعك كويس مفيش اي مشكلة ممكن تحطي عليه العجين. هنعمل لك واحدة تانية بقى. هنجيب زي ما انتم شايفين الكورة. انا لو اخدتوا بالكم انا اشتغلت في الكورة الاولانية اللي انا عملتها اول واحدة علشان العجين يستريح وكله يكون طالع خمران وكله يكون مقاس واحد. انا هنا حطيتهم بقى. تيجي بقى ايه الوش بتاعنا عشان اللون اللي انتوا شفتوه الذهبي الجميل ده.
تقدري تحطي بيضة ومعاها فانيليا، نسكافيه ولبن، نسكافيه ومية، نسكافيه ومعاها شوية سكر ومية، مفيش أي مشكلة وكلهم هيطلعوا حلوين واللون هيطلع جميل ومفيش وزي الفل. هنجيب الفرشة زي ما انتم شايفين كده وهنبدأ ندهن رغيف العيش بتاعنا، وهنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200 قبل ما ندخله. هنحطه في الرف الوسطاني، هنشغل عليه من فوق ومن تحت. لو عندك الشواية ينفع تشتغل مع الفرن من تحت، هتشغلي عليها الشواية بس تخلي الشواية شغالة ضعيفة شوية. لو ما عندكيش ما بيشتغلوش مع بعض، شغلي بس الفرن من تحت وخلاص. وبألف هنا وشفا، انتظروني في وصفات أخرى. باي باي.